أحبابي، ومن الأعمال الصالحات في هذه العشر المباركة، وما أجمل أن يكون قرارك في الحياة ألا ترى ظهر مصل بعد اليوم، يعني ما تصلي إلا في الصف الأول، وأن تصلي في ميامن على يمين الإمام، لأن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف. ومن ضبط صلاته انضبط إيقاع الحياة كلها، ومن هدم صلاته انهدم إيقاع الحياة كلها. فلا تسأله عن بر أضاع الركن الثاني من أركان الإسلام. هل يستطيع أحدنا الآن أن يتخذ قرار مع بدء، بل جميل أن يبدأ اليوم، أن لا يؤذن المؤذن في العشر الأوائل من ذي الحجة إلا وأنا في المسجد؟ هل هذا القرار صعب يا أخوان؟ والله ليس صعب. لا يؤذن إلا وأنت في المسجد. القرار الثاني أن أتوضأ لكل صلاة، جميل، حتى يخرج الذنب من تحت الأظفار. القرار الثالث، إذا كنت لا يؤذن إلا وأنا في المسجد لا أترك متابعة الأذان قط، وأوقف دالوب الحياة عن الجريان. إذا قال المؤذن الله أكبر يجب أن يتوقف كل شيء، لأن الله أكبر وما سواه صغير حقير. أن تغير نظرتك، أن تأتي للمسجد وتحتسب الخطى. القرار الثاني ألا تفوتني تكبيرة الإحرام قط مهما بلغ. التسويف اللي عند بعضنا، إذا شغل السيارة وهو يذن قال صلي قدام، جاء المسجد توه قال لا قدام، فإذا وصل المسجد آخر مسجد إلينهم يقول السلام عليكم ورحمة الله. اللي قال لك قدام هو الشيطان، ولا هو بقدام، هذا وراء. لأن قدام المفروض يوم قال الله أكبر وقف وادخل المسجد فورا وجدد وضوءك، ثم صلي واذكر واتلو وادعو بين الأذانين. ومن الأعمال الصالحات في العشر خاصة الجهر بالتوحيد، الجهر بالتكبير، شعار المتقين الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الذي يستحيي ويخجل أن يذكرها وأن يعلن التكبير لتضج أركان الأرض بالتكبير لخالقها، اللي يستحي إيمانه في قلبه ضعيف. التكبير شعار أهل الإيمان، بل وهو الطمأنينة للقلب، بل إن الذاكر لله والرافع للصوت بذلك يطمئن قلبه ويتيسر له العبادة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذا أعلن التكبير الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ومن الأعمال الصالحات ألا تترك في الصلاة، لا تترك السنة الراتبة، ركعتان قبل الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. إياك أن تتركها، يبنى لك بيت في الجنة إذا حافظت عليها. ومن قرارات الصلاة أن توتر إن استطعت آخر الليل فحسن، وإن لم تستطع فقبل النوم، فإن عجزت فبعد العشاء مباشرة أوتر ولو بركعة واحدة. إياك أن تسوف فيه. وبعضنا ينام متأخرا ثم وقد نوى أن يقوم لصلاة الوتر، فإذا هو يضيع الوتر والفجر. فنقول يا مؤمن إياك أن يسوف ويسول الشيطان لك. إذن القرار القادم في الصلوات أن تدرك تكبيرة الإحرام. ومن الأعمال الصالحة ولا أطيل، وهو العمل أيها الأخيار الذي هو والله من أجل المنن من الله على عباده. وقبل أن أذكر فضل الحج تأمل في أركان الإسلام كلها. أركان الإسلام تطبقها وأنت بين أهلك، تصلي وصلاتك في مسجد حيك، تصوم وصومك في بيتك وفي بين أظهر أبنائك، وتخرج الصدقة فتخرجها على فقراء بلدك. لكن الحج ركن لا يصح منك حتى ترحل إلى الله رب العالمين، وأن تودع أهلك. ولذلك كانت الرحلة إلى الله بالحج والذهاب إليه والتلبية واستجابة النداء عندما أمر الله الخليل أن يؤذن وأذن في الناس بالحج. إن نداءك واستجابتك لهذا النداء جائزته أن ترجع كيوم ولدتك أمك.
والجزاء جزاؤه الجنة. لذلك الحج في العشر الأوائل هو تاج هذه الأعمال الصالحات. في يوم 9 من ذي الحجة يخرج من صعيد عرفات رجال ونساء خرجوا كالأطفال الرضع ليس عليهم ذنب ولا خطيئة، يخرجون كيوم ولدتهم أمهاتهم لا ذنب ولا خطيئة. وصدق الحبيب عندما قال: الحج يهدم ما كان قبله من صغائر وكبائر، على الراجح من أقوال أهل العلم. الحج ميلاد، تأخذ شهادة الميلاد على فجاج على بوابات عرفات، تغرب الشمس فتغرب ذنوب الملايين. أولئك الذين يقول الله جل وعلا إذا تجلى عشية عرفات: ماذا يريد هؤلاء؟ ثم يباهي بهم أهل السماء: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا ضاحين أشهدكم أني قد غفرت لهم. في موقف عرفات يخرجون لو مات أحدهم في طريق عودته إلى أهله ولم يخلط قبل الوصول لكان من أهل الجنة بفضل الله، لأنه صحائفه بيض، تبقى حقوق الخلق يجب عليه أن يردها. لو مات حاج حج العام الماضي لما حسب إلا عن 11 شهرا وقليل. أين الماضي من 60 سنة وهو يعصي؟ أين 40 سنة من المعاصي؟ إن كان الحج مبرورا فإنه قد هدم ما كان قبله. لذا تاج هذه الأعمال في هذه العشر المباركات حج البيت العتيق. تأتي إلى الله، وانظر في رحلة الحج، تخرج من بيتك، شابهت رحلة الحج رحلة الموت والخروج من الحياة، غير أن الحج يعود الحاج إلى أهله إذا سلمه الله، أما الميت فلا يعود. الحاج يخرج من بيته والميت يخرج من بيته. الحاج يتجرد في الميقات من المخيط، والميت على سرير الغسل يجرد من الثياب. الحاج يغتسل سنة والميت يغسل وجوبا. الحاج يتطيب بعد أن يغتسل والميت يحنط قبل أن يدرج في كفنه. الحاج يخلع المخيط فيلبس أكفانه فوطتين بيضاء، والميت يخلع ثوبه ويدرج في ثياب بيض. الحاج يدفع إلى عرفات الله وهي أول أركان الحج، والميت يبعث من قبره إلى صعيد المحشر. الله أكبر. الحاج منهم من يقبل ومنهم من يطرد، وعلى صعيد المحشر فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن هي رحلة عجيبة جميلة. المحروم والله من أذن بالحج ليحج، ولكن الكسل وتسويف الشيطان وكيد الشيطان جعله يمسك الأرض أو يشد الأرض ويقعده شيطانه